جبت لكم مملحات ديال العاشوراء اللي كيجيو رائعين واقتصاديين وفي متناول الجميع. اول مره نصوبهم اصدقوا الصراحه بنان ورائعين واقتصاديين في نفس الوقت. كيجيو لذاذ ومقارمشين غير بداكشي اللي عندك في الدار. صوبي لك هاد المملحات اللي كيجيو لذاذ ما نعاودش ليكم على مذاق اول مره نصوبهم وصدقوا ليا. بغيتكم تقولوا لي كيف جاوكم، انا شاركتهم معكم. خليو لي الاراء ديالكم في التعاليق. هذه اول تجربه ليا في المملحات ديال عاشوراء، اول مره نصوبهم. كنتمنى يكونوا عجبوكم. بسم الله على بركه الله. ندوزو دابا المقادير والطريقه في نفس الوقت. كنحتاجو هنايا 4 الكيسان تاع العنبه تاع الدقيق. كنديرو 4 الكيسان ديال الدقيق فورس مزيان. 4 كاس تاع الزبده مذابه. 4 كاس تاع الزيت والزيت العود، الزيت العاديه والزيت العود. قبصه الملح وربع معلقه تاع اعشاب منسمه وجوج فرماجات وربع معلقه تاع ثومه بودر وضامه البقري. قبصه تاع البزار وبيضه. هادشي اللي كنحتاجو في العجين. هنايا انا درت توابل ديال الدجاج. ما عنديش هذوك اعشاب منسمه، درت توابل تاع الدجاج. نتوما اختاروا داكشي اللي بغيتو. صافي كنجمعوا كلشي بالماء بارد عادي من روبيني. تنجمعوا العجينه ديالنا بحال هكا. من بعد ما تنجمعوها تنقسموها على 4. كل شكل كنديروا ليه نكهه. هنايا درت شويه تحميره وشويه تاع مطيشه وشويه تاع الحار. اللي تيبغي الحر يدير الحر. صافي هذه كندير لها المطارد وشويه الزعتر. كنحكو الزعتر والمعلقه تاع المطارد. نتوما اختاروا داكشي اللي بغيتو. صافي تنجمعوهم بحال هكا. العجينه ديالنا حتى كندخلو فيها ديك التحميره وديك مطيشه الحك والحار. هنايا راه زدت مازال التحميره حيت ما خرجش ليا اللون احمر. خاصها صافي كنبقاو نديرو لها بحال هكا بيدينا حتى كيدخل لينا اللون. كنتمنى تجربوهم، راه كيجيو اقتصاديين وساهلين وفرحوا وليداتكم والمذاق راه يا سلام. كنتمنى ديروا لايك الفيديو وتبارطاجيو الى عجبكم، وتخليو ليا التعليق ديالكم. شكون اللي مازال ما كيصدقش لها حتى هي مملحات ديال عاشوراء، وشكون اول مره يصاوبهم بحالي وكيف جاكم. هانيا تنجمع ديال اللي درت فيها المطارد وشويه تاع الزعتر وكنزيدو الدقيق حيت مع كتلصق مع المطارد ضروري كنزيدو شويه ديال الدقيق. صافي زدنا غير معلقه اللي تزيدوا، ما تكثروش الدقيق باش ما يجيكمش داكشي مدقص. ديروا غير معلقه تاع الدقيق. صافي كندخلوا داك الدقيق بحال هكا. كنتمنى يكون الفيديو واضح لكم. صافي تنجمعوا هادوك هما وكنجيبوا ورق الطبخ تنطلقوهم بالمدلك. ضروري ورق الطبخ حيت هما كيكونوا رطبين. صافي هنايا درت
الزيتون اللي طحنته في الهاشوار، هنايا راه درت غير 2 دراهم تاع الزيتون، راه جا قد 2 دراهم الزيتون طحنتهم في الهاشوار صافي. وبديت ندير في العجينه. راه الطريقه واضحه لكم. صافي نجيبو ديك بلاستيك ورق الطبخ عفوا، صافي كنجمعو بحال هكا، نديرو بحال الشكل ديال الفقاص. هادو بالزيتون راه كيجيو لذاذين ورائعين. اللي كيعجبو المذاق ديال الزيتون كحل يجرب هادو. صافي تنجمعهم بحال هكا، صافي كنديروه في الثلاجه يشد راسو باش ملي نبدا نقطعو ما يدي فورماتيش. صافي هذه العجينه الثانيه كنطلقها حتى هي بالمدلك. كنديرو بياض تاع البيض، كندهنو الوجه ديالها بالبياض البيض، وكنديرو كاشير حار وفرماج حمر وشويه ديال الزعتر. صافي وتنقطعوهم مرصوات صغار ولا طوال، نتوما على حسب الحجم اللي بغيتو. هادشي كيبقى الاختيار ديالكم، بغيتوهم طوال بغيتوهم مربعين. انا قطعتهم طوال، راه كيجيو رائعين مع داك الكاشير حار والفرماج كيجيو لذاذ. صافي هنايا درت هذا فرماج حمر. ديروا نتوما النوعيه اللي تكون مزيانه باش يجيكم زوين. انا هذا الفرماج هذا ما زوينش، ما ماشي بحال داك تاج. صافي هنايا قطعتهم بهاد القطعه ديال البيتزا. نتوما الا ما عندكمش قطعوا بالموس، ما تصعبوش عليكم الامور تقولوا ما عنديش هذه ما غاديش نطيب. صافي هنايا دخلتهم الفران يطيبوا، نار تكون مهيله. ها هي الثانيه، هذه الثالثه، هذه حتى هي كندهنها بالصفر بالبيض البيض عفوا، وكنقطعهم مدورين. صافي وكنجيبو قرقاعه تنقسموها، نقسموا القرقاع كنديروا وسط منها القرقاع. بغيتو ديروا اللوز ديروا اللوز، بغيتو ديروا الزرارع ديروا الزرارع، زرعه القرعه ديروا اي حاجه عندكم. انا هنايا استعملت غير القرقاع، كان عندي القرقاع وانا نديرو. الصراحه راه جاو زوينين بالقرقاع، حتى اللوز راه كيجيو بهم زوينين باللوز. صافي انا قسمت هذيك القرقاعه. صافي وبديت نديرهم وحيدت هذيك الزائد ديال العجينه ودخلتهم تا هما الفران يطيبوا تا هما نار مهيله. كلشي هادشي طيب على نار مهيله، ما تجهدوش البوطه باش ما يتحرقش ليكم. شوف هذه من بعد ما تكون جلات ليا في الفريغو شتو تقطع، ما ديروش لها بحال هكاك اللي درت انايا راه كتفرتت. شفتوا بحال هكاك، خاصكم الموس يكون ماضي وتبداو تقطعوا بحال كتذبحوا باش يجيكم الفورمه ديالها ما تخسرش. شفتوا كيفاش كتجي؟ الا درتو لها بحال هكا بحال هكا. شفتوها؟ انا كنتمنى الفكره توصلكم. شو كي كندير الموس بحال هكاك
اما في الاول كنت زربت عليهم وبقيت كندير لهم كنقطعهم بحال هكا وما صافي. هنايا من بعد ما قطعتهم ستفتهم، وهذه العجينه اللي بقات ليا هزيتها ودهنتها بالبيض البيض ودرت فوق منها جنجلان. المهم نتيا اختاري داكشي اللي بغيتي، داكشي اللي عندك. المهم ما تحرميش راسك. انا درت جنجلان، انا كنت واخده زرعه القرعه ساعه ما دايراش ما زويناش صافي، ودرت في بلاصتها جنجلان صافي. هما من بعد ما طابو راه كيجيو رائعين واقتصاديين وفي متناول الجميع. كنتمناو ديروا لايك الفيديو، تخليو لي التعليق ديالكم كيف جاوكم، والى الفيديو القادم ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف على تعاليقكم الزوينه وعلى المشاهده، نشكركم. والى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله. شفتوهم كي كيجيو راه كيجيو